كومبلكس شي حاجه واعره زعما. اخر مره ملي كنت هنايا كنت باقي نلعب في المنتخب، ما كان هنا والو، انا ما عقلتش على هذا الكومبلكس كاع في ذاك الوقت، ودابا زعما شي حاجه بروفيسيونيل، واحد الليفل عالي بزاف. الحمد لله زعما هادشي مزيان للكره المغرب ان شاء الله. الفورماسيون زعما تشجعونا، الكلام اللي تقولوا لنا فهمتي، تشجعونا باش نجيو للمغرب ان شاء الله ونعاونوا البلاد باش نجيو نوصلوا الخبره ديالنا للكره هنايا ان شاء الله. جينا مع اللاعبه اللي كانوا قدام لاعبين مع المنتخب واللي لعبنا حتى في الدوري الهولندي، والحمد لله الفيدريشن ديال المغرب عرضت علينا الكومبلكس اللي كنشوف انا بزاف الحوايج تغيروا هنا في الكومبلكس. شفنا الارضيه ولات مزيانه، اللاعبه الصغار شفناهم كيلعبوا، البنات شفناهم كيلعبوا في لي فار. الحمد لله بزاف الحوايج، انا شحال ما جيت المغرب وتحسن كثير الحمد لله. وحنا شفنا حتى المنتخب المغربي شنو داروا في قطر، حتى هي خلات المغرب حتى في اوروبا تكون شي حاجه كبيره، الصغار يبقاو يخطروا المنتخب المغربي. والحمد لله اليوم انا جيت باش نعملوا كورسوس على المدرب هنا في المغرب وفي الكومبلكس في الرباط. وفي هاد 5 ايام انا هنايا تعلمت بزاف د الحوايج، وان شاء الله تال يخرجوا ان شاء الله المغاربه اللي كانوا في هولندا واللي كانوا في فرنسا واللي كانوا في بلجيكا يخرجوا حتى هما ان شاء الله المدربين في اوروبا في المغرب يعاونوا الكره المغربيه تزيد تحسن. Aujourd'hui, le complexe est en progression tous les jours. Tous les jours, moi je me rappelle de notre époque de la Coupe du Monde en Russie, on venait de s'installer et on voit aujourd'hui une évolution constante d'année en année, de période en période, et c'est très important, ça montre l'évolution de la fédération et du football marocain en lui-même. La formation, écoutez, tout se passe très bien, avec une belle organisation, un bon échange, de belles interventions justement de spécialistes déjà en place dans la fédé ou ailleurs. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'informations importantes qui est très importante pour nous dans notre futur et bien sûr dans notre étude de la formation, du coaching et des exercices de tous les jours.